حلقة النهاردة عن كوميديان السينما المصرية، زعيم الوطن العربي، الفنان الكبير عادل إمام، اللي عمل أعمال كتير ملهاش عدد وكلها نجحت. ما تلاقيش غير واحد ولا اتنين اللي عنده منجحش، ولكن منجحش من وجهة نظر ناس، إنما من وجهة نظر ناس تانية هي من أنجح الأعمال ليه. واللي عمل شخصية شريف، راجل عايش حياته صايع، ما بيعملش حاجة في حياته غير إنه بيجيب فلوس وبيصرفها، وبتحصل معاه مواقف بتخليه يعيد التفكير في كل حاجة في حياته. وعلى فكرة شريف شريحة كبيرة قوي من الناس عايشة في حياتنا، بتبقى عايشة في حياتها في عالم تاني، ولكن لما بتحط في مواقف بتلاقيها قدها وبتقدر تواجهها، وبيبداوا يغيروا افكارهم وارائهم ويبداوا يبصوا لها بشكل اعمق شويه. وطبعا معانا الفنانه داليا البحيري ومجموعه كبيره قوي من الممثلين اللي بمشاركتهم في الفيلم ده خلاه فيلم من اقوى الافلام المصريه اللي نزلت في الوقت ده. وطبعا الفيلم بيتكلم عن تاريخ ولاد عمنا اللي ما يتسموش، اللي دايما بتنكد عليهم من الافلام المصريه. لو انت مش عارف انا بتكلم عن ايه، انا بتكلم عن فيلم السفاره في العماره. لو انت مش عارفني، انا سعد وده برنامج المفتش الفني. الفيلم بيحكي عن مهندس مغترب اسمه شريف، عايش بره مصر بقاله 25 سنة، وبيطرد من شغله بعد ما مديره بيقفشه مع مراته. الرابطة الأسرية بيننا وبين بعض. رفضوني يا عم. يا سيدي ما احنا ياما اشتغلنا. وأول لما يوصل مصر يلاقي إجراءات أمنية مشددة لحد ما يوصل بيته ويعرف إن سفارة الكيان معاه في العمارة. وهنا بيبدأ يتحول شريف من إنسان أناني عايش حياته بالطول والعرض مش فاهم حاجة لمناضل مصري، وبينزل مظاهرات وعامل قلبان، وبيقعد يناضل ضدهم لحد ما بيضغطوا عليه بشكل ما ويسكت ويتنيه في حاله ويعمل معاهم حفلات في بيته، ومن الآخر بيطبع معاه لحد ما بيشوف خبر استشهاد الطفل إيه على إيد قوات الاحتلال في غزة. وهنا نار الوطنيه قدت فيه تاني ورجع يعمل مظاهرات ضد الكيان المحتل. وبيحصل بعض المواقف المضحكه في الفيلم، بالنسبه للناس كلها كانت مضحكه، اللي شريف بيحاول يتاقلم مع الكيان المحتل في نفس البيت. والمشاهد دي بتبان لنا انها كوميديه، لكن برضه بتعرفك موقف الشعب المصري من القضايا اللي حواليه، بيحاول ياخدها بطريقه السخريه عشان يقدر يتاقلم معاها ويعيش معاها. وده برضه بيكشف لنا عدم راحه المواطن، ان هو بيحاول ياخد الموضوع بطريقه ساخره، ولكن هو بالنسبه لنا في الاصل قضيه كبيره، بس بيحاول يهون على نفسه. وطبعا من المواقف الكوميديه لما عادل امام شاف داليا البحيري في مظاهره، وكان بيحسبها بنت من الناس اللي شافهم بره، ولكن شاف البنت جواها القضيه لدرجه انها مش نازله عشان شو. وهنا عادل امام كان واقف مذهول، ازاي بنت مصريه حلوه كده وبتنزل مظاهرات عشان القضيه وهي عارفه انها ممكن تتضرب في المظاهرات دي، ولكن برضه بتنزل وبتقود المسيره. والدليل هنا انها رفضت انها تروح له البيت في الاول، بعد كده حاول يقنعها فوافقت، ولكن راحت له بعمها ومرات عمها. الاستاذ شريف خيري مناضل معانا في الحزب، الدكتور شهدي سليمان شهدي عمي استاذ في الاسرائيليات. وهنا فهم ان الجيل الجديد مش زي ما كان بيتقال عليهم ان هم عالم طايشه ملهاش في حاجه واخرها ميك اب وبتاع. وهنا اتاكد ان البنت دي صاحبه قضيه. وهنا نيجي للمشهد الكوميدي لما التكفيرين يخطفوا الزعيم عادل امام، وده بيبان لك في الاول انه مشهد ساخر، ولكن لما بنيجي نقارنه لافلام للزعيم برضه بنلاقي مثلا عندنا فيلم زي الارهاب والكباب، طيور الظلام، افلام كتير، الارهابي، افلام كتير لو عديناها مش هنخلص منها، واللي دايما بنلاقيها بتعمل كوكتيل ما بين القضايا السياسيه والكوميديا. وده عشان هو الزعيم عادل امام، فدايما بيوصل لك الرساله بطريقه خفيفه ويخليك تتفاعل معاها وتحزن وتضحك في نفس الوقت. ونيجي بقى للمشهد الماستر سين في الفيلم كله، وهو خبر استشهاد اياد. والمشهد ده انا شفته 100 مره، وانا بحضر الحلقه شفته تاني. لازم المشهد ده تعيط، هو بيجيب لك كده شعور اللي هو ايه، انت لازم تفوق من الاخر، لازم تفوق وتعرف ان القضيه لسه شغاله، لازم تفوق وما تتاقلمش، لازم تفوق وما تطبعش، ولازم تفوق وتعرف ان حياتك مش احسن من حياتهم. ورد فعل شريف وقتها لما طلع طرده من الشقه، ده بيبين لك قد ايه اللي هو احنا مش مطبعين، الشعوب غير الحكومات، الشعوب متضامنه، الشعوب عمرها ما خانت، والشعوب بتحاول، ولكن الحكومات ضغط على الشعوب. ولكن هنا بيظهر المشهد لما بيطلع مظاهره، والظابط اللي كان طابع على نفسه طول الفيلم اللي هو قام بدور خالد سرحان، اول لما بيلاقي الزعيم اتضرب من امين شرطه بيفتح له الطريق عشان المظاهره تكمل. يسقط خطلة الأطفال. يسقط
مكان انت وهو وقع في الضرب. وهنا بيقول لك ان ما تجيش برضو تقول اصل الشرطه كذا او الجيش كذا، هي القياده. الازمه في بلدنا العربيه القياده اللي ماسكه الدوله، هي اللي بتمنع، هي اللي بتعدي السفن، هي اللي بتخلي السفن الحربيه تعدي من قناه السويس، وهي اللي بتخلي السفن تنزل متفجرات في ميناء اسكندريه عشان تروح لاولاد العم، وهي برضو اللي قافله المعبر، وهي برضو اللي بتبعت طماطم من الاردن للكيان، وهي ولو قلنا اللي هنا للصبح مش هنقدر نقول وساخه الحكومات العربيه في التطبيق. فيلم السفاره في العماره هو عمره ما كان فيلم كوميدي، هو فيلم سياسي ساخر بيحاول يوصل لك الرساله بس بطريقه ساخره شويه، ولكن في الاصل هو كان بيوصل رساله بتدعم القضيه، وده اللي خلى ان الجمهور بيحبه، الصغير بيحبه والكبير بيحبه. وهنا مش عشان الفيلم بطوله زعيم عادل امام، هو عشان الفيلم بطوله الشعب المصري كله. الشعب كله ما ظهرش بجد في الفيلم، ولكن كان في ممثلين اظهروا حقيقه الشعب ونواياهم ضد الكيان المحتل. ونيجي بقى لسؤال الفيلم، هل انت شايف ان المواطن يعيش في امان طالما الحكايه مش عنده، طالما الضرب مش في بيته، طالما اغتصاب النساء مش من اهله، ولا هو كاس وداير والدور زي ما جه في فلسطين وفي سوريا وفي السودان هيدخل عندنا في مصر والاردن والامارات والسعوديه والكويت؟ ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وتقول لنا رايك في الكومنتات. انا سعد وده برنامج المفتش الفني.